بجد الطريقة دي هتعتمديها في اي اسبوع عندك او اي مناسبة حلوة، حرفيا نفس الرز بلبن بتاع الكافيهات، وكمان بيتباع بمبلغ وقدره. تعالوا هنعمل من كوباية رز واحدة ما شاء الله كمية اللهم بارك. ارفعي بقى حلة على النار وانزلي عليها بكوبايتين من المية و4 معالق من اللبن البودر، يا دوب يبتدوا يسخنوا كده شويتين هتنزلي عليهم بكوباية كبيرة من اللبن. توتال اللبن اللي هنستخدمه في الوصفة دي كيلو من اللبن الصافي. طبعا غسلت كوباية واحدة من الرز، كوباية واحدة هتعملي الكمية اللي هتشوفيها دي، غسلتها كويس جدا ونزلت بيها على اللبن اللي احنا حطيناه واللبن البودر. طبعا بعد ما السوائل كلها تغلي معاكي هتنزلي بقى بباكت من الفانيليا، ويفضل لو موجود عندك او متاح زيادة، فكل ما بتزودي بتدي ريحة حلوة قوي وطعم تحفة للرز بلبن. بعد طبعا ما ابتدى يغلي كده ويتقل هنزل عليه بكوباية من السكر. طبعا ودي حابة تحطيها في الاخر مفيش فيها اي مشكلة. حسيت ان الرز شرب السوائل او معظم السوائل اللي موجودة فيه، فهحط بقية الكمية عشان يكمل سواه في كمية اللبن ويطلع طعمه دسم كده، وبيبقى تحفة بصراحة لما بيغلي او لما بيستوي اصلا في لبن. بعد ما حسيت ان خلاص يعني ابتدى كده يغلي معايا ويبتدي يتقل، هتحطي معلقتين من القشطة، ودول اختياري بس بصراحة بتدي طعم حلو جدا جدا ودسامة مش طبيعية. خلاص كده ابتدى يتقل القوام بتاعي، والرز ابتدى يغلي كمان ويطلع النشا اللي جواه. انا مش هحط نشا ولا هضيف اي حاجة لحد ما توصلي للقوام ده، هو ده تمامها. هتبتدي بقى تحطيها على حاجة شوية مش هتختم في الحلة، هتعبيه وهو سخن جدا زي ما انتي شايفة. طبعا بما اني العلب دي انا بستخدمها طول الوقت مش بستخدم البولات، توفير بقى مكان في التلاجة، وكمان بتبقى شكلها شيك حتى لو جه ضيف ولا حاجة وحبيتي ان انتي تهديه بيها فبياخد العلب معاه وهو خارج. عبيت يعتبر 7 علب من العلب اللي انتوا شايفينها دي بكوباية من الرز بس، والطاجنين اللي انتوا هتشوفوهم دلوقتي. حطيت الطاجنين كده، وبما اني بقى زي اي ست مصرية بتحب الحاجة الدسمة جدا وبتحب تحط التاتش بتاعها كده حاجة مزاج وفي الروقان، حطيت عليهم معلقتين من القشطة ودخلتهم تحت الشواية عشان تاخد لون كده، وكمان عشان القشطة تسيح وتتوغل جوه الطاجن زي ما هتشوفوا دلوقتي. دخلتها بالظبط 10 دقايق تحت الشواية، ما اخدتش وقت خالص خالص وطلعت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ما صبرتش عليها، انا كنت حابة ان انا اوريكم كمان الرز اللي كان في التلاجة، بس اللهم بارك يعني على ما خرجت ورجعت اللهم بارك ما لقيتهوش. وده الطاجن اللي عملته طبعا ليا قبل ما اخرج، فحطيت التاتش بتاعي واكلته، ولاني مش ضامنه ان انا ارجع كمان الاقيه في مكانه. لحد هنا الفيديو خلص. ما تنسيش تحطي اللايك وتعملي مشاركه. السلام عليكم.